برحب بضيفي الكريمين، برحب بالدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. أهلا. وبرحب بصديقي وأخي الدكتور صفوت حجازي الداعية الإسلامي المعروف. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور محمود، إيه رأي حضرتك في اللي بيحصل في العباسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل أن أتطرق لما يحدث في العباسية أريد أن أعلق على ما جاء على لسان حضرتك منذ دقائق، وهو الموقف المحرج الذي وضعك فيه وزير الإعلام. الحقيقة هذا يدل على أنه لم تقم ثورة، والعقلية المستبدة الفاسدة لا تزال موجودة، وانه التدخل في حرية الرأي وحرية النشر وحرية الإعلام لا تزال موجودة. الشعب قام بثورته من أجل حريته، استرداد كرامته، من أجل أن تكون المعلومات أمامه واضحة، من أجل أن يقول كل صاحب حق رأيه. أما أن يحدث ما حدث أولا مع المهندس خيرت، أنه يتأجل بدعوة انه كان يوم خميس، يوم الجمعة في مظاهرة هو هيولعها، واليوم كان المفروض حازم صلاح ابو اسماعيل، بغض النظر عن رأينا في كل ما يحدث وفي كل المواقف، لكن هو مواطن مصري له حق ان يدافع عن شرفه وعن عرضه وعن كرامته ازاء الاشاعات. فحينما يأتي الوزير ويمنع دخوله، انا اريد ان اقول ان هذا المبنى ليس ملكا للوزير ولا ملك للمجلس العسكري، هذا المكان ملك للشعب المصري، والتلفزيون ده بتاع الشعب المصري. حينما يفعلون هذا هم يتسلطون على الشعب المصري ويمثلون الدكتاتورية في أبشع صورها. ولذلك حينما طالب حزب الحرية والعدالة بإقالة هذه الوزارة، هذا دليل قاطع أولا ما حدث في العباسية، دليل قاطع على الفشل الذريع لهذه الوزارة، وما حدث من ذاك الوزير دليل آخر دامغ على فشل هذه الوزارة. وأنا بطالب أنها تذهب، وللأسف الشديد أنا متعاطف معك إلى أبعد مدى، ومن ثم لن أكمل هذه الجلسة احتجاجا على ما فعله هذا الوزير. هل حضرتك شايف بس ان ما يحدث في العباسية سببه فشل الوزارة الحالية؟ فشل الوزارة، فشل المجلس العسكري، وأعتقد أنه وراء هذا الكلام كله رغبة أكيدة في تعويق مسيرة الديمقراطية في مصر أن تبلغ أهدافها، وأن الثورة هذه تحقق آمال الشعب المصري. دكتور صفوت، من يقف وراء الفتنة؟ ابتداء برضو أنا طبعا مصدوم وحزين أن ما زال التلفزيون المصري منع وتصريح ورفض وقبول لأشخاص. وأنا حقيقة أنا لا أدخل في التلفزيون المصري إلا من أجل برنامج حضرتك، ولا أظهر على شاشة التلفزيون المصري بعد موقف اتخذوه بعد الثورة إلا في شاشة حضرتك. وعرض علي عمل برنامج في التلفزيون المصري ورفضت، لأنه سيتم معي ما حدث معك. وأنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على الكلام الذي تكلمت به، وأنا أعلم أنك لا تعمل موظفا في هذا المبنى، ولذلك قلت هذا الكلام. وأنا حقيقة لا يشرفني إطلاقا أن أدخل مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل. لا يشرفني إطلاقا أن أكون في التلفزيون المصري بعد أن منع بقرار من الوزير أو غير الوزير من دخول هذا المبنى. هذا المبنى لا أظن أنه مفتوح للشرفاء من المواطنين، أبرياء أو مظلومين أو ظالمين. لابد أن تقال الكلمة. إن رسالة حضرتك ورسالة أنا الدكتور محمود، رسالة، اسمح لي أكمل كلامي يا أستاذ أسامة. اتفضل. الشيخ حازم أبو إسماعيل بغض النظر عن موقفه هو مواطن مصري، وهو صديق عزيز ومواطن شريف مصري، وأنا إطلاقا لا يشرفني مرة أخرى أن أدخل هذا البرنامج. ولذلك بعد إذن حضرتك أنا سأنسحب حالا من هذا البرنامج قبل ما تنسحب، احتجاجا على هذا الكلام ورفضا لأن أكون موجودا في مبنى منع منه الشيخ حازم أبو إسماعيل. وإن لم تكن الثورة
وصلت إلى التلفزيون المصري، فستصل إلى التلفزيون المصري قريبا، وستصل إلى كرسي معالي الوزير قريبا بأسرع مما يتخيل. السلام عليكم. ارجو دكتور حضرتك انا معذره، ده تعاطف معاك مش عفوا، ارجو انك تفهموا على هذا المعنى. السلام عليكم.